ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. ان شاء الله ما نخبطش في حاجه باذن الله باذن الله. لبن. خبطنا. انت جاي ورايا؟ تعال. بكرة تندم يا جميل. أنا وإنا لمبتدأ ولا خبر، الشمس حر وحجمها أكبر من القمر، والعمدة قاعد من جوعيس وسط الغفر، لابس عباية جديدة من جلد البقر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع رشيد. في البدايه صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش تدعوا الوالد بالرحمه والمغفره. النهارده ان شاء الله عندنا لعبه فورزا هورايزن 5، ان شاء الله حلقه تعجبكم، فيها شويه سباقات كده وحاجات غريبه وعجيبه حصلت. هديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي في صحيح الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه الصلاه والسلام: لقيت ابراهيم ليله اسري بي فقال: يا محمد اقرئ امتك مني السلام، واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء، وانها قيعان، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الحديث في صحيح الترمذي، وخلاصه حكم الحديث انه حسن. فما ننساش نفسنا من الذكر ده، نحاول نقول منه كل يوم على قد ما نقدر. وبس، دي كانت هديه حلقه النهارده، ويلا بينا من غير ما نطول عليكم نبدا حلقه النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حاجه حوالينا، نسمي الله وننطلق بقى. هناك بعيد اهو، بس بعيد. ان شاء الله بتاعنا باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله. ما عادش باين، ما عادش شايفه. وحيد الله كده وصلوا على النبي. انا شفت واحد. خسرنا والحمد لله، خسرنا والحمد لله. كسب للاسف كسب من اولها. بنسخن. ما علينا متعوضة ان شاء الله. نعدي، نختار مكان ننزل فيه، نختار فين ننزل فين. ننزل هنا ان شاء الله، يكون في حاجه كويسه باذن الله. يا اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا. معكم رشيد، انا صاحب شركه النسيان للنسيان. صلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. طبعا ما فيش اي حاجه حوالينا بحظنا الجميل جنبنا، والحمد لله الحمد لله. اي حاجه الحمد لله. ادي اول عربيه معانا زي الفل، جميله. نلف بقى نشوف لنا حد نسابقه او نلاقي باكج احسن. كله شغال، مش هنقول لا. ايه المنطاد ده بيعمل ايه؟ مش شايف انا اي باكجات تانية. ده في هنا والله. ممكن نزع على اقرب واحد بسرعه. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. ننطلق من هنا بسرعه، ان شاء الله طريقنا سالك باذن الله. ان شاء الله ما نخبطش في حاجه باذن الله. لبن. خبطنا. طب خلصوا نزلونا بقى، هتنزلوني السنة الجاية بعد ما يوصل. مفيش نصيب النهاردة. الحظ مش ماشي خالص النهاردة للأسف. هو كسب تاني سباق نخسره بسبب الشجر برضو. طبعا هو طريقه سالك، مفيش حاجة قدامه. ننطلق. هو فاز. لا ما فازش لسه، في فرصة. انا كسبته في اخر ثانية. هو كان خلاص داخل على الفوز. يا قهرته. اوف على الحظ. الحمد لله. هدي. الحمد لله. مفيش باكجات. انت جاي ورايا؟ تعال. بكرة تندم يا جميل. ان شاء الله ليا، ان شاء الله. ماشي انا همشي من على الطريق ان شاء الله بتاعي. ان شاء الله ليا باذن الله. ان شاء الله اخبط في اي حاجه. ما خبطش وكسب، وانا اللي خسرت للاسف. العربيه اللي معايا مش سريعه. يلا ما علينا. حلال عليه. هيجينا. ارجع. ايه دي؟ ايه اللي جات لي دي؟ ما اعرفش ايه دي، مش فاهم حاجه. يوهو. نعدي، ننزل هنا. ان شاء الله يكون مكان كويس اللي فيه باكجات، وان شاء الله يكون سباق جميل اعوض فيه باذن الله نعوض فيه. مفيش حاجه حواليا خالص. في بتاعي ان شاء الله تاخد. ان شاء الله نلاقي حاجه تانية باذن الله. مفيش اي باكجات حوالينا هنا. هنتنفق في اخر الدنيا. انا لمحت واحد طوالي كده في اخر الدنيا، ما اعرفش بقى هو لسه موجود ولا اتاخد، بس هو ما عادش باين. تاخد شكله اتاخد. ايه اللي حصل؟ انت كده صبتني وانا راقد. ربنا انت بتخم. ماشي، حرام عليك، انا ما كنتش هنا اصلا. حرام عليك. ما اتحسبش ده يا جدعان، لو خسرته ما اتحسبش، عشان انا يعني كانت معلقه معايا وما كنتش شايف ايه اللي بيحصل. ان شاء الله يخبط ولا يحصل له اي حاجه كده ان شاء الله باذن الله.
هيخبط فين؟ مفيش حاجه قدامه يخبط فيها. ماشي يا اخويا ازح ايه؟ واخدها ازح، واخدها ازح يا اخويا، واخدها ازح. ما انا ما كنتش باصص على الجهاز اصلا. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. يلا 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 نخش سباق جديد. نقول بسم الله كده. ايه صوت الفراخ ده؟ لعل وعسى يكون جيم حلو ان شاء الله، يعني نجرب. ليش حاجه حوالينا؟ والله في ورانا كتير، والله في ورانا كتير. شكلي هندم. ان شاء الله ده بتاعي باذن الله. طريق سلام انت. راح الباكج، ندور على غيره. اتخانقوا مع بعض انتم. ان شاء الله ناخد ده باذن الله. ربنا يسهل بس ونلحقه تاخد. ولا ما اروح لواحد يتاخد. ايه يا اخوانا في ايه؟ انتوا بتستنوا لما اقرب بينهم وبعدين تاخدوهم ليه؟ لا 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 يا جدع، ما يصحش كده. نجمع سرعة على قد ما نقدر بقى. هو كده كده مستوى 6 هيزح وهيسبق. انا غلطت في اول السباق ان انا ما حاولتش، ما بصيتش ورايا. مستحيل طبعا السباق ده يكون بتاعي الا لو هو خبط في حاجة. يعني هو شكله ايه؟ ما بيخبطش في حاجة. ما انا اللي خبطت. ما هي ناقصة. خسرنا. مش يومنا النهاردة خالص. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ والله حرام اللي حصل ده. يعني هو كان خرج ونزل وانا خبطت. يلا والله كنت هكسب. والله والله حظ ونصيب. مفيش اي حاجة قريبة فيه. هو مش قريب اوي بس هنحاول. مفيش اي حاجة تانية نسابق اي حد. طيب طبعا مفيش باكجات تانية. عايزين نسابق حد يا جدعان. طب باكجات. طيب باكجات دي باكجات. يا رب حاجة عادل، يا رب حاجة عادل. مفيش حاجة عادل. طب نغير دي، نشوف دي كده، نشوفها كده. يا ترى كويسة ولا ايه؟ اسرع من دي شوية. شكلنا هنندم. بطيئة جدا في التسارع. مفيش اي باكجات تانية. يا لهوي يعني ياما الطريق، على الطريق المعفن. ان شاء الله الطريق يكون سالك باذن الله. طبعا دي مش بتاعت طلوع الجبال، دي مش بتاعت طلوع الجبال. دي خلاص وقفت. يا ريتني ما كنت غيرت العربية. اقفي وبعدين امشي بقى بعد اذنك. يعني طبعا انا خسرت كده كده السباق خلاص. العربية اللي معاه اصلا تساعده. يلا ما علينا. اتعلم بقى وما تعملهاش تاني. ما جيش هيجيبوا لنا حاجة. يجيبوا لنا ايه؟ يجيبوا لنا ايه؟ ارجع. حلوة. فين 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 فين؟ نغير المكان خالص تاني. نشوف حتة تانية ننزل فيها. ننزل فين؟ ده بعيد عن الجبل ده خالص. ننزل في الحتة دي. في قدامي اهو. في حد رايح عليه. اي حاجة هتيجي هناخدها. طريق سلام انت. في واحد خده وكان مستخبي اصلا، ما كانش باين. اللي هو ازاي الكلام ده اصلا ما تعرفش. يا حرام على الحظ. ومع سكته كمان. هو النهارده مش ماشي معايا خالص. هو انا النهارده مش ماشي معايا خالص. في حاجه غلط. طبعا كسب وفاز. كان ناقص هو ان انا نخبط الخبطه. ايه اتفضل يا عم، اتفضل يا عم. شكرين يا سيدي. السباقات النهارده كلها زي الزفت. ان شاء الله تتعدي الامور باذن الله. تتعدي الامور. في الضلمه، في الضلمه. مفيش باكيتات قريبه. مفيش حاجه حوالينا. في اخر الدنيا خالص. 100% على ما اروح هيكون حد راح خده. هي مش ماشيه معاه النهارده خالص شكلها كده. ما ياخدوش والحقوا. الحمد لله خدته. تقريبا في باكج هنا تقريبا. يا رب يكون حاجه عادله. لا حاجه زي الزفت. ده والزوم جاي ايه زي الطلقه. هو انا ما بقى ماشي بسرعه 125 ومش محصل الزوم. بعمل ايه انا؟ ده لسه بدري. هيكروشني طبعا. يعني انا رايح اسح وراه. ما انا رايح اسح وراه. يعني انا اعمل ايه انا يعني؟ اوف على اليوم مفيش فيه حاجه عدله خالص. ده معرفش فيه ايه. عايزين نغير المكان بقى شويه. بس عايزين نبعد عن الجبل ده. مش عايزين نبقى في نص الجبل. خلينا هنا المرة دي. بلاش نطرف خالص كده عشان الزوم ما يفخناش. كل حاجة بنفسجي، كل حاجة بنفسجي كده. ان شاء الله ده اخر سباق. ان شاء الله نظبط فيه بقى باذن الله. مفيش اي حاجة حوالينا. مفيش اي حاجة حوالينا.
فينا كده ان شاء الله نلحق حاجة في دول بإذن الله. يا ربي العربية هتبوظ بقى. ايه ده؟ ايه ده يا بابا ده؟ الله اسكت انت، ما يقصدش فعلا، ما يقصدش. هو ايه اللي عندي انا؟ اسكت. هو ايه اللي عندي بس؟ اتفضل. اي حاجة اي حاجة، مفيش اي حاجة حوالينا عدلة. نروح ندخل جوه الزوم عشان ما يحصلش فينا زي اللي حصل الجيم اللي فات. يا رب نلاقي حاجة عدلة قدام. اسم الله اسم الله عليك. اي حاجة عدلة اي حاجة عدلة يا جدعان. طبعا ده جاي سريع. يا رب على الحظ. محظوظ محظوظ. عربيتي اخرها 80، هو مستوى 7 يعني معاه طيارة، حرفيا معاه طيارة. هو النهاردة مش ماشي خالص، اللعبة مش ماشية معاه خالص. هو زمان وصل. حقك يا باشا حقك يا باشا. خلاص خلص يعني، هو كسب خلاص. قابل يا عم قابل يا سيدي قابل يا سيدي. نلعب كمان سباق متشكرين 200,000 نعمل بيهم ايه معرفش. اخر سباق اخر سباق اخر سباق ان شاء الله نجيب حتى في ال10 الاوائل، حتى يعني نجيب في ال10 الاوائل ال10 الاوائل. مفيش اي صوت اي طيارات ولا اي حاجه حوالينا، مفيش حاجه. طيب قدام في واحد هناك اهو، اكيد مش انا الواحد اللي شفته، واكيد 60 واحد رايحين عليه. ان شاء الله نجيبه باذن الله نجيبه. يلا بينا اخيرا سيارة عدلة شوية يا جدع. سرعتها تجيب البلا اصلا. برضو الطريق مع معرفش ايه الحظ ده النهارده، معرفش كل اي حد سابقه يقابلني الطريق يكون معاه دايما النهارده كده، معرفش ليه. انا اللي لبست. كان وإن لمبتدأ ولا خبر، الشمس حر وحجمها أكبر من القمر، والعمدة قاعد من قعيس وسط الغفر، لابس عباية جديدة من جلد البقر. امشي يا سيدي. حقك يا عم. انا بقول نكتفي بهذا القدر النهارده عشان انا خلاص يعني جبت اخري. بس ده اللي كان عندنا في حلقه النهارده، ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم. وقبل ما نختم فقره هل تعلم، كنا اتكلمنا عن بعض الفوائد البدنيه للصلاه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بعض الفوائد الاجتماعيه للصلاه. والفوائد الاجتماعيه للصلاه 3 انواع: في علاقه الانسان بربه وبنفسه وبالمجتمع. ومن الفوائد الاجتماعيه للصلاه التي تقوي علاقه الانسان بربه ان الصلاه تجعل الانسان دائم الصله بربه، دايما بيفكر في ربنا عز وجل. دايما تلاقي العبد اللي بيصلي رابط مواعيده بالصلاه، في الظهر فاضل له قد ايه، العصر فاضل له قد ايه، المغرب فاضل له قد ايه، وهكذا. فتلاقيه دايما باله مشغول امتى يقف بين ربنا ويصلي لله عز وجل ويلبي نداء الله عز وجل حي على الصلاه، فيغذي نفسه في الصلاه بطاعه الله عز وجل وذكره، ويبعد نفسه عن الخطايا. فتلاقي دايما العبد اللي بيحافظ على الصلاه لو وسوس له الشيطان او امرته نفسه بفعل ذنب معين مثلا وجه حضر عليه وقت الصلاه، تلاقيه استحى من ربنا واستحى من نفسه وترك الذنب وقام لله عز وجل ويذكر نفسه بربنا عز وجل ويبعد نفسه عن المعاصي والذنوب على قد ما يقدر. ودايما تلاقيه لو حتى اذنب ذنب اما يجي يصلي يستحي من نفسه امام الله عز وجل ويستغفر ويتوب من الذنب ده. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. فتلاقي العبد المسلم لو هم بمعصيه وجه وقت الصلاه تلاقيه يفضل الصلاه عن المعصيه اللي بيعملها، فالصلاه تنهى عن المعصيه، ويبقى ذكر ربنا عز وجل عنده اكبر من الذنب او المعصيه اللي كان هيعملها دي. ودايما متذكر ان ربنا عز وجل شايفه في كل وقت وان الله عز وجل يعلم ما يصنع في السر والعلن. لذلك المحافظه على الصلاه من اهم اسباب استقامه العبد وصلاحه وصلاح اخلاقه وسلامه قلبه من الشرك والكفر وسلامه عقله، وتجعل القلب يفرد خالقه بالعباده والتوحيد. وبس ده اللي كان عندنا النهارده في فقره هل تعلم. ان شاء الله الحلقه الجايه نكمل بعض الفوائد الاجتماعيه للصلاه. وما ننساش قبل ما نختم ندعي لاخواتنا في ارض العزه وفي السودان وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمين، ربنا عز وجل ينصرهم على اعداء الدين وينصر من نصرهم ويخذل من خذلهم، ونسال الله عز وجل ان يجعل لهم فرجا قريبا وان يستعملنا في نصرتهم ولا يستبدلنا. وما تنسوش تدعوا الوالد برحمه
بالرحمه والمغفره. وما تنساش لو انت وصلت لغايه هنا ولسه ما عملتش لايك، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. ده خبر بس اللي وصل لغايه هنا، هيبقى فيه قريب جيف اواي، اول جيف اواي على القناه ان شاء الله. هشرح التفاصيل في فيديو منفصل، ممكن ينزل بعد الفيديو ده او ينزل في نهايه الفيديو الجاي. فلو وصلت لغايه هنا اعمل لايك واكتب في كومنت اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد، 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 صل على محمد.